أخوي العطشان. لا تنح هكذا يا سيدي. ما هذا النياح في هذا الصباح؟ ابعدوه عني فورا. بضع كلمات مع السيد. قل ماذا تريد؟ قل تكلم. ما هو عملك؟ يا سيدي أنا لم أجد على عمل. وما هو تحصيلك الدراسي؟ إن تحصيلي الدراسي حاصل على شهادة الهندسة، ولكنني لم أجد توظيفا إلى الآن. يا ويلي لو يعلم من أنا. ابعدوه فورا هيا. أرجوكم أرجوكم. هل ستعود إلى بكائك من جديد أم لا؟ لا يا سيدي. تكلم. سيدي أنت تنعم بالخيرات، وأنا رجل تقصف فوقه الطائرات، وقد فقدت يدي هذه وفقدت يدي وبضع من كليتي بسبب الانفجار الإرهابي، وأنا قد عاد البائس إلى كلامه من جديد. أبعدوه عني فورا. سيدي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإلى الأمة لا تطالب بحقها. أما أنتم فقفوا هنا جيدا وانظروا أبواب القصر ولا تدعوا أحد يدخل. هيا. مرحبا يا قاضي. اهلا بك يا صديقي. كيف حالك؟ انا بخير. اجلس هنا يستريح. كيف حالك؟ انا بخير وانت كيف حالك؟ ألم تقل لي إنك مسافر إلى الخارج؟ نعم وانا اعد لهذا جيدا. والآن ما هي اخبارك؟ ما هي أخبارك؟ اخباري ان ثروتي قد فاقت الملايين. الملايين؟ نعم الملايين. والآن قل لي كيف حال شعبك معك؟ هل هو صلب كالحديد أم لين كالعبيد؟ شعبي لا، بل هم ضعفاء جبناء يخافون من السيوف ويطعمون امام الذهب والفضه والدنانير. هل لي بسؤال؟ نعم تفضل. برأيك متى يتغير هذا الشعب ويطالب بحقوقه؟ ويحك، أتريد أن تسقط دولتي؟ لا أنا أمزح. أعلم تمزح وسأجيبك على سؤالك. تسقط دولتي عندما يعلمون أن تحصيلك الدراسي هو ثاني متوسط. ويحك يا رجل، لماذا ذكرتني في أيامي في سوريا؟ لا تسقط دولتي عندما يعلم أنك توعد الناس وتخلف وعدك وتزور الناس في وقت الانتخابات فقط وتشتري ضمائرهم بكارت قيمة 5000. ويحك يا رجل، أضحكتني بهذه جدا. لا تسقط دولتي عندما يتوحد الشعب، وهذا أمر مستحيل. لماذا؟ تدري لماذا؟ لأنني قد زرعت فيهم أناسا واستأجرتهم يزرعون بينهم الفتنة الطائفية والعنصرية. قد أصبت. نعم. والآن أنا ذاهب للقاء الصحفي. وما تفعل في هذا اللقاء؟ لكي أنشد بعض الهتافات والوعود الحماسية. الكاذب أليس كذلك؟ نعم أحسنت أصبت. سيدي ويحك يا فتى، كيف تدخل ولم تستأذن؟ اخرج! سيدي ماذا؟ تكلم! سيدي إن الشعب قد اجتمع أمام القصر ويصرخون وينادون باسم الثورة. ماذا؟ ما هذا الكلام الذي يقول؟ وأي ثورة هذه؟ نعم يا سيدي، إن الشعب قد علت أصواته وارتفعت نداءه وقويت يده وأصبحت الأمور له واضحة كالشمس في الظهيرة. هيا اذهب إليهم ببعض من الذهب والدنانير. هيا. لا يا سيدي لا. ماذا؟ لا ينفع المال اليوم، فإن الشعب قد سكت سنين طويلة وهو عازم على أن يجعلنا في الحظيرة وأقصر في المسافات. لا إنه صوت الحمام. لا تهتموا به. نعم يا سيدي، الشعب قد توحد من جديد وأصبحت يده قابضة كالسيف، كالمؤمن الذي قابض يده لا يخاف ولا يعرف الانحناء. يا ويلي، اليوم لا تلمني لا أرض ولا سماء، قد جاءوا إلى بوابة القصر. أين أذهب؟ نعم قد ارتفع صوت الشعب، واليوم لا تلمكم لا أرض ولا سماء. فأين تذهبون منا؟ فنحن شعب، والشعب يعني العزيمة والإرادة والقوة والسيادة والحياة والشهادة. فنحن قمنا وتوحدنا، وسوف ننجو من محنتنا التي طالت
نحن اليوم كسرنا أساور العنصرية وفتحنا بابا للحرية، فهذا عراقنا وليس عراقكم. نعم للثورة، نعم للإصلاح. السلام عليكم.